اليوم المقابله نتاع البارح وفات بالنسبه لي انا مقابله كانت صعيبه اكيد جدا، وانا كنا نعرفوها باش تكون صعيبه، لانه فريق الزمالك يقعد فريق كبير وفريق اللي يمر بازمه معناها اونتر كيمي، اكيد جدا خفنا من رياكشن. الحاجه السلبيه اللي في المباراه دي بالنسبه لي انا هو لازم نتعلموا نقطه المباراه معناها رياضيا، معناها نحكي انا، لانه مش في اي مباراه باش يجيوك 4-5 فرص، خاصه في ماتشات او نيفو نتاعنا على المستوى الافريقي. الحاجه الاولى نحمد ربي ونشكره، يعني التوفيق تاعو اللي فزنا في المباراه هذه في الزمالك. الحمد لله يعني رحنا بعزيمه كبيره واراده قويه، سواء لي جوار ولا الطاقم الاداري ولا الطاقم الفني. الحمد لله ربي ما خيبناش، وين مدينا كامل اللي علينا. كانت النتيجه تكون اكثر لو يعني كنا بيان كونسونطري ديفون لي بيت. الحمد لله يعني 1-0 المهم اللي 3 بوحنا باش تسمح لنا باش نبداو المشوار تاع دور المجموعات بكل اريحيه. كان البعض تكلم على انه صنعنا مفاجاه، لكن نقول باللي ماهيش مفاجاه. شباب بلوزداد فريق كبير مسيطر على البطوله الوطنيه لمده 3 سنوات. في المرتبه الاولى فريق 8 نقاط على الملاحق. نظن انه هذه الشخصيه تاع الفريق اللي يكون مسيطر على البطوله المحليه، انه لما يلعب امام انديه في بحجم الصوره اللي شفناها امس في مصر، نظن انه فوز مستحق وكنا قادرين نفوزوا بنتيجه ثقيله اكثر من 1-0. الاهداف بليتو كانوا هما الاولين اللي كانت سطرته الاداره الاولى. رانا في سي لا كونتينياسيون ان شاء الله، نجيريو ماتش بار ماتش ان شاء الله، مقابله باش توعد واعره، فهمت؟ بصح يفوا لي جوسكو بو، فهمت؟ الانسان يكون بوزيتيف، يكون ايجابي، عمرك ما تسطر حاجه يعني قال كما يقولوا تقطع الواد نص، كمل جوسكو بو. حنا ايجابيين. الشيخ بالماضي لا بريمير ديكلاسيون تاعهم قال لهم ديالو بلوتو في لا كوب دافريك، قال لهم نروح نجيبها وجابها. وانت تقول نروح نجيبها؟ ما نقولهاش يا اخو، بصح في القلب كاينه ان شاء الله. الانسان يجيري ماتش بار ماتش، ما يديرش الضغط على اللاعبين